صباح الجو الجميل، بما اني بسجل الفيديو ده وانا متكتكة. وطبعا ده كان تالت يوم ليا في الغردقة. شايفين يا جماعة الجو، شايفين الناس لابسين صيف، يعني كأننا صيف بجد. الجو كان جميل قوي، يمكن اخر يوم او يومين كان فيه شوية هوا كده، بس برضو الشمس قوية جدا ما تعرفوش تمشوا فيها. يعني بعد الفطار ما كنتش بعرف امشي بجد. هنا بقى قلت خلاص بقى صورت يعني خلصت الفطار بتاعي و... وقلت اصور المكان كده في الاضاءة في الشمس الحلوة دي. كأني كنت حاسة والله لما رجعت، يعني احنا اتصدمنا اتصدمنا من الجو. يعني هم 5 ايام نسونا بقى الاجواء، بس لا ما كناش مسافرين يعني. والجو آه، كان قوي كده يعني، زي ما احنا شايفين الشمس الجميلة. هنا رحنا الأكوا بقى، قلنا ناخد كده جولة فيها قبل يعني كان ما بين الفطار والغدا، يعني كنا المفروض بقى هنرجع على الغدا. تمام. قلت بقى انا بقول لكم، بصوا يا جماعة، بصوا هم هنا بقى ايه، سابوني يعني. وجوزي راح يحاول يودي ابني في الاكوا بتاعه الاطفال يعني. فقلت اتكلم معاكم شويه، ان هم قالوا لي ايه، لازم تنزلي الاكوا وكده، فاهمين؟ طبعا ده اجرأ بني ادم في التاريخ، وعايز ينزلني على طول ويقول لي يلا بينا بقى يا ماما، لان بابا مش مش عايز يروح. لا، بابا بيدفعني انا دايما يا جماعه. على فكره مش اول مره والله يعني، في اي مكان كده. اركبي انت البنانه، مش عارف اركب انت اللعبة دي، طب ما ايه يعني، طب ما تركب انت، لا سايبني انا. ازاي يا جماعة عايز يتخلص مني بأي شكل، مش عارفة في ايه. المهم يعني طبعا انا قبل ما اطلع يعني سألت 100 بنت واقفة. بقول لكم ان احنا هنا بقى حطوا لنا يعني كأن عشان نبقى موجودين في مكان، عشان لو عايزين ناكل او نشرب يعني يبقى مسموح لنا بيها فور فري يعني. تمام. احنا ما رحناش على فكرة الا مرة واحدة الاكوا، احنا كان المفروض نروح كل يوم بس احنا مكسرين. وهنا فعلا اقنعوني وعملتها مرة واتنين وتلاتة. هنا جوزي وقف صور 7 دقايق، طبعا انا ايه، شلتهم كلهم طبعا. لغاية ما انا ركبت ورا ابني. تمام. كنت مرعوبة انزل يعني، هي مرعوبة انزل. هنا بقى ايه، رجعنا كده وقلنا ايه نروح تقريبا، هنا هنروح على البحر شوية، نبص عليه يعني. هنا برضو يعني انا كنت عايزة اعمل دايفنج ومرعوبة، مرعوبة يعني. بقول هعمل بس طبعا ما لقيتش تشجيع، لان جوزي خايف جدا ويقول لي قروش ومش قروش. مفيش حاجة يا جماعة، بس يعني كل اللي بيروح هناك بيعمل دايفنج، مفيش اي حاجة. بس هو يعني ساعات يعني بتبقى حاجات كده بسيطة، انه يطلع على الشط وكده، ما حصلش يعني، مش عارفة. زي ما انتوا شايفين كده كلهم لابسين نص كم يعني ومظبطين. يمكن انا كنت لابسه اتقل حد فيهم، لان انا ما كنتش اعرف خالص بقى ان الدنيا هتبقى حر كده ومش عارف ايه. هما كلهم مظبطين. وجبت لابني الصغير تيشرتات من الغردقه يعني، آه، لان اسمه ايه ده، لان الدنيا يعني قبل لقيناها حر جدا وحرام بقى، صعب عليا. لكن انا بقى قلت لهم لا، انا مش يعني مش عايزه اجيب حاجه، لان انا من النوع اللي بحب الدفا يا جماعه، بحب الدفا يعني. لو الدنيا آه ساقعه يعني، لو حر شويه ماشي. لو تلاحظوا هنا كده يا جماعه، احنا يعني دي صورتين مختلفين، لان احنا هنا رحنا شويه هنا فما صورتش قوي. رجعنا غيرنا هدومنا بعد الغدا وكده، فروحنا تاني. تمام. هنا في الغروب بقى رحنا قلنا ناخد شوية صور يعني. عموما هنا المية ساقعة، برضو المية هنا ساقعة يعني. انا اصلا ما بحبش مية البحر قوي يعني، في مارينا برضو بتبقى تلج تلج يعني. فمية البول هنا مدفينها، فايه اللي يجبرنا يعني. وخدنا شوية صور طبعا، والمقرود الصغير ده قاعد يتصور كده وكده. هنا زي ما انتم شايفين كده القعدات شكلها مختلف. بيبقى فيه خصوصية برايفسي شوية يعني لكل حد قاعد، لان هنا طبعا اجانب يعني، بيبقى مختلفين شوية في العادات يعني. فيبقى يعني لو حابين يبقى يعني ايه عشان الخصوصية يعني. منظر المراكب بقى تحفة بصراحة يعني، اللانشات عشان ما بقاش تمام. هنا رجعنا بقى، بقول لكم والله العظيم البحر جميل جدا، هم مش مشجعين نهائي. حتى قلنا اخر يوم نقعد كده شوية فيه برضو،
ما قعدناش بصراحة. الشمس قوية جدا الصبح، وبالليل مش هينفع ننزل يعني. هنا قليل قوي لما بينزلوا حد على الشط الا اللي بيعملوا دايفنج كده. طبعا كل الناس بتعمل دايفنج يا جماعة، الا ايه، الا انا. آم، ايه رأيكم في البتاع اللي انا لابساه ده؟ هو شكله غريب شوية، بس هو يعني هو حلو يعني بصراحة، ماركته فجبته عشان كده. بس هو كمان ووتر بروف كده، وماركته غريب، قصدي خامته غريبة كده، فعشان كده جبته يعني. طبعا ضياء لا بيخاف ولا بيسقع. اخليكوا عارفين الموضوع ده، ابني لا بيخاف ولا بيسقع، يعني جريء جدا في الحاجات دي، ولا بيخاف ولا بيسقع. مش فاكره خالص طبعا كنت بقول لكم ايه هنا يعني. آه، هنا بعد العشاء بقى رحنا مول. تمام، مول مشهور جدا، فيه شوية ماركات بقى مش عايزة اقول لكم يعني، لمحبي الماركات العالمية بجد. فيه شوية ماركات وشوية اسعار يعني. دخلت كده عجبني فورير كده، قلت اسأل عليه يعني لو سعره معقول كده اجيبه يعني. انا ماشي، مش هقول لكم ان انا قلت مبلغ صغير، لا قلت برضو يعني بقى مبلغ كبير، بس ما توقعتش الرقم بتاتا. هو ب44,000 جنيه زي ما بقول لكم كده. المهم ان انا يعني ايه، سالته على جاكيت. يعني قلت له طب والجاكيت ده بكام؟ طب انت بتسالي ليه اساسا يعني؟ هنا بقى دخلنا كده بقى يعني منطقه الالعاب بقى، وقعدت يعني خدوا كده كذا لعبه كده. يعني اشترينا كارت مخصوص بقى، وهو كارت كده زي كارفور يعني. اوكي. آه زي كيدز اريا في كارفور يعني. بس فاشترينا كارت برضو كأننا مقيمين في البلد وكده. عادي يعني، قلت امتعهم يعني يبسطوا زي ما هم عايزين. هم ما فيش يوم ما لعبوش فيه يعني. يعني وعايزه اقول لكم يا جماعه ان الاطفال دول بجد ما بيستكفوش يعني. عندي ضياء راجع زعلان ويقول الاجازه خلصت بسرعه. طب مش عارفه اعمل له ايه بصراحه، مش عارفه. قعد هو وباباه يلعبوا كتير قوي السله دي، كذا دور. انا ما صورتش كتير، بس هم قعدوا بقى يعني، ويروح يشحن تاني الكارت ويلعب، يشحن تاني الكارت ويلعب، يعني جننوني بصراحه. آه، هنا بقى بصوا في بنوتة كده أجنبية كده، قعدت بقى ايه، هي بتجري ورا سولي. طبعا هو مش فاهمها وهي مش فاهماه، هي أصغر منه، بس هي عايزة تلعب معاه بأي شكل يعني. ظريفة جدا. هنا العمالة الأجنبية موجودة كتير برضو، غير شرم يعني. شرم بتهيألي أقل يعني، بتهيألي سياح أكتر، لكن هنا العمالة أكتر، ألمان وكده يعني. معرفش في روسيين كتير ولا لأ، بس أنا شايفة الألمان كتير قوي. هنا بقى ده كان يوم تاني خالص. كنا في العشاء، وزي ما انتم شايفين بقى كان على المسرح. هو كل يوم كان في حفلة او حاجات كده، بس احنا ما بنهتمش دايما بالحاجات دي، رغم ان بيبقى فيه للاطفال وحاجات كده، بس انا ما بكنسل يعني. بنقول نخرج نشوف البلد من بره. بس هي البلد من بره يعني ما فيهاش حاجات قوي الا ايه، يعني اللي عايزين يتسوقوا حتى برضو مش زي شرم بصراحة. انا هكون صريحة معاكم يعني، مش زي شرم. شرم اكبر والاسواق فيها ممتعة اكتر يعني. هنا خلصنا العشاء بقى، كنت بوريكم هنا الحاجات اللي جوه الفندق. ما بصيتش على الاسعار عشان ماليش دخل بيها، عشان ببقى فاهمه الحاجات دي. هنا بقى في الممشى السياحي كده قابلت فنان كده، قلت له هصورك بعد اذنك. ريدي يعني، بس طبعا ما رضيتش بقى الموسيقى بتاعته يعني، مش عارفه اليوتيوب هيقبلها ولا لا، فشلت الصوت احسن. بس يعني جميل يعني، وحبيت اصوره يعني. المهم بس يعني زي كل يوم اتمشينا في الممشى السياحي، حاجة عجبتني بجيبها. آه مش عارفة ده الممشى السياحي ولا الكوثر بصراحة. تهيالي لا ده الكوثر يعني. في حاجات حلوة جدا، أسعار مش متفاوتة قوي يعني، بس في أسعار تقدري ترخصي يعني. الكوثر أحسن حاجة تقريبا، وفيها محل تحفة. ما هو معرفش مكتوب عليه $1 كده، عشان لو حبيتوا تروحوه. بعدين جنبه محل كده اسمه فور باجز، مش عارفه هتعرفوا توصلوا له ولا لا يعني. بصوا الوصفه سهله. احنا هنا كنا بنلعب الولاد برضو يعني، هنا برضو كنا بنلعب الولاد. عايزه اقول لكم باي باي.